ان خطوات الشيطان دي لما بنتجنبها هيكون عندنا منهج لحياتنا، والمنهج ده اللي احنا بنروح نتعلمه وندفع فيه ارقام في الجلسات النفسية علشان نعرف فيها ازاي نحمي نفسنا من الخطوات اللي احنا جايين نتكلم عنها. كل سنة وحضراتكم طيبين، ورمضان يا رب كريم عليكم وعلى كل أحبابكم. مستعدين وداخلين كده رمضان بقلب جامد ونوايا حلوة كتيرة. يا رب كده ربنا يعيننا في رمضان ده ويسر أمرنا ونعبده عبادة ترضيه عنا إن شاء الله. هنتكلم في إيه السنة دي؟ سلسلتنا بعنوان خطوات قراءة نفسية في ألاعيب الشيطان على نفس البشرية. خلينا نسأل في البداية سؤال كده صريح ونقول: هو ليه برغم ان رمضان شهر متصفد فيه الشياطين الا ان ناس كتير جدا بتدخل رمضان وبرضه بتحس بتعب وتوتر وسلوكيات مؤذية حواليها؟ بنحس ان الشياطين لسه موجودة حوالينا، كلام جارح وتصرفات بتأذي النفس وكأننا لسه قاعدين مع الشياطين. السؤال الحقيقي: ليه برغم ان الشياطين مصفدة لكن بنحس برضه بألعابها حوالينا؟ الحقيقة ان الشيطان بيجري من ابن آدم مجرى الدم وبيزرع أفكار، والحقيقة ان الأفكار دي بتتحول لسلوكيات وعادات بيمارسها البشر وبتتحول لسلوكيات وعادات بدون وعي. احنا النهاردة مش جايين ندين حد ولا نحاكم حد، ولكن جايين نفهم امتى نكون احنا ضحية سلوك شيطاني وامتى نكون من غير ما نحس بنمارس عادات وسلوكيات بتقربنا اكتر للتصرفات اللي احنا مش بنحبها بدون وعي. احنا النهاردة جايين نفهم ونقول امتى نكون ضحية سلوك شيطاني وبنعمل نفس السلوكيات اللي اتعملت فينا اللي هي السلوكيات الشيطانية، وامتى احنا من غير ما نشعر بنكون بنمارس عادات بتأذي غيرنا ومحتاجين نوقفها فورا. الهدف هنا مش ان احنا نخاف، ولكن الهدف ان احنا يكون عندنا وعي، لان الوعي هو اول طريق السلام النفسي. خلينا كده نبتدي النهاردة في رحلة، ولكنها رحلة مختلفة لانها رحلة جوه خبايا نفسنا. هندخل كده جوه نفسنا علشان نفهم نفسنا اكتر ونقدر نستقبل رمضان بقلب اخف وعقل اهدى. مش هنتكلم النهاردة عن الشيطان كحكاية، ولا هنتكلم على السلام النفسي كشعار، ولكن هنتكلم على ألاعيب نفسية حقيقية بتدخل كده عقلنا قبل قلبنا وبتسرق الطمأنينة واحدة واحدة واحنا مش واخدين بالنا. خلينا نمشي كده النهاردة مع بعض ونبتدي كده ونقول بسم الله ونتفرج ونمشي ونعرف ان خطوات الشيطان دي لما بنتجنبها هيكون عندنا منهج لحياتنا، والمنهج ده اللي احنا بنروح نتعلمه وندفع فيه ارقام في الجلسات النفسية علشان نعرف فيها ازاي نحمي نفسنا من الخطوات اللي احنا جايين نتكلم عنها اللي هي خطوات الشيطان. تعالوا يلا نقول بسم الله ونبتدي. جاهزين؟ يلا بينا. أول قصة النهاردة من القصص الجميلة اللي احنا كلنا عارفينها، وهي قصة بسيطة وسهلة وكلنا سمعناها كتير قبل كده، ولكن خلونا نشوف كده أول مشهد وأول قصة حصلت، اللي هي لما الله عز وجل أعلن أنه جاعل في الأرض خليفة. الحقيقة أنه هو مشهد عظيم جدا. تخيلوا كده الله عز وجل بيعلن عن حبه لينا في مشهد عظيم، وبيعلن للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. مين وقتها اللي حس إنه متضايق ومتغاظ ومعجبوش؟ الشيطان. ليه؟ لأن الشيطان أصلا كان عابد وكان محبوب، فالشيطان حس كده بالغيرة وبالحسد. هو إيه الفرق بين الغيرة والحسد؟ هنفهم الفرق بينهم بعد شوية. الشيطان غار لأن حس إن شكل المخلوق جديد كده ربنا بيحبه، ومش بس كده، ان عنده كبر. بعد ما كان في منزلة كويسة جدا انه عابد وزاهد، فتن راح للكبر. قال لربنا: خلقتني من نار وهو من طين، ازاي انا اسجد له برغم ان انا احسن منه؟ انا مخلوق من نار وهو مخلوق من طين. يعني كبر ولكنه ممنطق. وخدوا بالكم جدا ان هو
عنده كبر ولكنه عنده فيه منطق، خلاه شايف ان هو صح. وخدوا بالكم بقى ان دي اول خطوة من خطوات الشيطان، وهو الذنب المغلف بالمنطق. المنطق ده بيخلينا كده نعمل الذنب واحنا راضيين عن نفسنا، اللي هو مش حاسس بالذنب ولكن هو عنده كبر فشايف ان هو احسن منه. طب هل المشهد خلص لحد كده؟ لا، ده بعد ما غلط بقى وحصل اللي حصل، ولكنه في الاخر دعا ربنا ان هو يمهله وقال له يا رب بما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. ما اعترفش انه غلطان، ولكن بيقول لله عز وجل، يعني هو شايف نفسه مسكين وضحية، وبيقول له انت يا رب اللي غويتني، انت يا رب اللي وصلتني للي انا فيه دلوقتي. طب هل احنا بنقرأ القصة وبنعدي وبنقول يا ايه الشيطان الفظيع ده، ايه الشيطان الشرير ده، ايه الشيطان اللي مش عارف ايه ده؟ لا خالص، القصة هنا مش الشيطان خالص، ولكن الله عز وجل بيقول لنا بصوا جوه نفسكم، هل جوانا كبر؟ هل جوانا حسد؟ هو في فرق بين الغيرة والحسد؟ الغيرة هي حاجة عندي ولكن أنا خايفة إن حد ياخدها مني. يعني مثلا كان عندنا طفلة وجميلة ولذيذة وكيوتة وبونبونات العيلة كده وكلنا بنحبها، وفجأة اتولد بيبي جديد. حست كده إن البيبي الجديد أخد كل اهتمام العيلة كلها، فبدأت تغير منه لأن هو أخد اهتمام هي كانت شايفة إن الاهتمام ده بتاعها. في شغلي مثلا ليا مكانتي وليا وضعي، جت موظفة جديدة تشتغل فبدأت الناس تثق فيها وتحبها، وبدأت كده تنجح. ابتديت أغير منها، خفت انها تاخد الاهتمام وتجذب الناس ليها وتاخد النجاح اللي انا حققته وتاخد اللقطة مني، فغيرت منها. اما الحسد فهي حاجة مش عندي وانا شايفاها عند غيري وعاوزة اخدها منه، شايفة انه ما يستاهلهاش وان المفروض الحاجة دي كانت تبقى من حقي انا والمفروض انها تروح منه. انت اصلا ما تستاهلش، زي ما الشيطان عمل بالظبط، غار من بني ادم. ايه ده؟ المخلوق ده شكله ربنا بيحبه ولا ايه؟ هو هياخد مني حب ربنا وكمان حسدك لانك اخدت مكانة عند ربنا، المكانة دي انا اللي استحقها. طب هل ممكن اكون بغير؟ هل ممكن لو انا دورت كده في قلبي هجد ان انا عندي غيرة؟ هل جوه القلب ده في غيرة؟ هل جواه حسد؟ اما الحسد فهي حاجة مش عندي، انا شايفاها عند غيري وعاوزة اخدها منه، شايفة انه ما يستاهلهاش وان المفروض الحاجة دي كانت من حقي انا والمفروض انها تروح منه. انت اصلا ما تستاهلش، زي ما الشيطان عمل بالظبط، غار من بني ادم. ايه ده؟ المخلوق ده شكله ربنا بيحبه ولا ايه؟ هو ياخد مني حب ربنا وكمان حسدك لانك اخدت عند مكانة عند ربنا، المكانة دي انا اللي استحقها. طب هل ممكن اكون بغير؟ هل لو انا دورت كده في قلبي هجد ان انا عندي غيرة؟ هل جوه القلب ده في غيرة؟ محتاجة ادور واقفش نفسي واعترف، انا فعلا بغير من فلان او بغير من فلانة. هل جواه حسد؟ هل ممكن اكون شايفة ازاي البنت اللي انا احلى منها دي تتخطب وانا لحد دلوقتي لسه ما اتخطبتش؟ ازاي فلان ده مثلا ربنا مثلا من عليه وسع عليه في رزقه وانا لا؟ هل ممكن نكون بنحاسب ربنا في توزيعة الارزاق؟ ازاي هو اللي بيكون بياخد الرزق وانا اللي بصلي وبدعي ما يكونش عندي عربية؟ هل ممكن نكون بنحاسب ربنا؟ هل ممكن نكون بنقول انت يا رب وزعت الرزق غلط، انا احسن منها، انا ملتزمة وهي مش ملتزمة، هي عندها حاجات ماهيش عندي، ازاي ده يحصل؟ هل ممكن اكون ماشية بخطوات الشيطان دي؟ طب هل ممكن اكون عندي كبر، يعني اكون شايفة نفسي انا احسن من حد، اكون عندي منطق مخليني اكون شايفة ان انا احسن من الاخرين او شايفة ان انا افضل من الاخرين؟ زي مثلا يكون عندي منطق ان انا مثلا زي بعض الرجال كده يكون شايف ان انا هنا راجل البيت وانت هنا الست، يبقى انا هنا اللي اتكلم وانت ما تتكلميش خالص. بس 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 ما تتكلميش، انت بتتكلمي ليه اصلا؟ انت مالك انت؟ ستات ايه اللي بتتكلم دي؟ ستات ايه اللي احنا ناخد رايها؟ انت اصلا ما تتكلميش خالص. هل انا هنا الراجل، انا هنا اللي اتكلم، انما انت هنا بتشتغلي وبتعملي اللي وراكي بس؟
احنا ممكن يكون عندنا نفس العقلية، احنا ممكن نكون ماشيين على خطوات الشيطان بنفس الشكل ده وبنعمل نفس الذنب واحنا مش منتبهين. خدوا بالكم كده، محتاجين نراجع نفسنا ونراقب تصرفاتنا ونشوف احنا فعلا بنعمل ده ولا لا. خدوا بالكم ان اكبر كارثة وهي العقلية اللي احنا جايين نتكلم عليها، وهي عقلية الضحية. خطورة العقلية دي انها مش بتكون عاوزة تتحمل اي مسؤولية ولا عاوزة تكون حاسة ان هي ليها اي دور. الشيطان غلط وسيدنا آدم غلط، ولكن الله عز وجل تاب على سيدنا آدم لكن ما تابش على الشيطان. طب ايه السبب؟ لان سيدنا آدم لما غلط اعترف بذنبه وقال يا رب انا غلطت وظلمت نفسي، وان لم تغفر لي وترحمني انا كده خلاص هتبقى كارثة بالنسبة لي. فالله عز وجل في الوقت ده تاب عليه وسامحه، ولكن الشيطان ما اعترفش بذنبه وقال يا رب بما أغويتني لأقعدن لك صراطك المستقيم. انت يا رب اللي غويتني، انت يا رب اللي خليتني اعمل كده. كم واحد فينا بيعمل زي الشيطان وماشي بخطوات الشيطان؟ ننسى بقى الشيطان وملناش دعوة بيه. تعالوا نشوف كده واحدة كانت في علاقة وعارفة ان العلاقة دي غلط ولكنها مش قادرة تخرج منها، فعملة تأجل وتأجل وتأجل، ولكن بعد سنين طويلة تلاقيها تقول حسبي الله ونعم الوكيل، دمرتي لي حياتي، ضيعتي لي عمري، انت اللي وصلتيني للي انا فيه، انا عمري ما هسامحك على اللي انت عملته، انت ممكن يكون عندك نفس عقلية الشيطان، بتعملي نفس الحاجة، ماشية بنفس الخطوات. ليه ما بتقوليش لنفسك انا كان عليا جزء من المسؤولية، انا كنت خايفة اخد لقب مطلقة، كنت خايفة ان يتقال عليا ان انا اتسبت للمرة التانية او التالتة. ليه مش عايزة اقول انا معرفتش احمي حدودي، انا معرفتش اقول لا واحمي حدودي ووقفه عند حدوده؟ ليه مش عاوزة اقول انا معرفتش؟ ربنا عز وجل حذرنا من ده. خدوا بالكم، الشيطان عاوز يدخلنا جهنم الاخرة، والضحية بتدخلنا في جهنم الدنيا. دايما عايشين في ألم، دايما عايشين في حسرة، دايما عايشين في نار. ودي عقلية اللي هي عقلية الضحية، اللي هي بنشوف دايما ان احنا حتى واحنا بنغلط شايفين ان احنا مظلومين وان احنا الضحايا وان احنا اللي مجني علينا. خدوا بالكم بقى ان العقلية بتاعت الضحية دي في الآخرة اللي الشيطان ربنا عليها، في الآخرة كلنا هنتفاجئ بالشيطان اللي طول عمره عايش بدور الضحية. هيجي يوم القيامة يعمل فيها 7 رجالة في بعض ويسترجل، ويبقى الأول مرة في تاريخه بيقول لنا كده يظهر بمظهر المسؤولية ويفاجئنا كلنا ويطلب مننا إن ولي أول مرة إن احنا كمان نكون مسؤولين زي ما هو لأول مرة يكون مسؤول، ويقول لنا أنا ما عملتش حاجة وانتوا محتاجين تكونوا مسؤولين عن تصرفاتكم او مسؤولين عن تصرفاتكم. يوم القيامة لما نروح نكلمه الشيطان هيقول انا ما عملتش حاجة، انا ما قلتلكوش تعملوا حاجة، انا ما كانش لي عليكم سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، اني كفرت بما اشركتموني من قبل. انا ما عملتش غير اني دعيتكم، انتوا اللي جيتوا، يبقى تلوموا نفسكم. ايه ده؟ يبقى انت عيشتني عمري كله بعقلية الضحية وقررت يوم القيامة انك تخليني مسؤولة وانك تقول لي ايه ده؟ انت ما تحملتيش المسؤولية ليه؟ ايوه، علشان كده الله عز وجل حكى لنا الايات وحكى لنا ان الشيطان هيقول لنا كده، وعلشان ننتبه ان مش بس الشيطان هيقول لنا كده، ولكن هو اي انسان انت هتيجي تقولي له انت السبب، انت اللي عملت كده، هيقول لك وانا مالي؟ انا كنت ضربتك على ايدك، انت اللي وافقتي، هو انت كنت قلتي لا وانا اصريت عليكي، هو انا طلبت منك، انت اللي جيتي، انا مالي؟ دي كلها اشارات. الله عز وجل بيقول لنا انتبهوا، خدوا بالكم من خطوات الشيطان. احنا كده النهارده في اول حلقه زي ما قلنا كده، احنا يدوب احنا لسه بنسخن، ان شاء الله الكلام الاقوى لسه جاي. محتاجين نراجع نفسنا في ال4 حاجات اللي اتكلمنا فيهم. هل جوايا غيره؟ هل جوايا حسد؟ هل جوايا كبر ولو حتى ذره واحده من كبر؟
او هل عايشة بدور الضحية؟ دول 4 خطوات من خطوات الشيطان محتاجين نراجع نفسنا فيهم ونجدد نوايانا كده ونضع نية حلوة ان احنا ان شاء الله هنوقف خطوات الشيطان، وداخلين رمضان كده السنة دي واحنا بادئين ان احنا ننتبه ونطلع نسخة جديدة حلوة من نفسنا. احنا النهاردة خلصنا حلقتنا، خليكم تابعينا وتابعوا القناة علشان ان شاء الله الحلقات هتنزل كل اثنين وخميس، وعلشان ان شاء الله اول ما الحلقات تنزل تشوفوها واستعدوا علشان القادم هيكون احسن، وكل حلقة هتكون احلى واتقل واعمق من اللي قبلها. شكرا ليكم واشوفكم ان شاء الله في الحلقة الجاية.